سلام، أهلًا وسهلًا، مرحبا بكم مرة أخرى على القناة. في هاد الحلقة ديال اليوم غادي نشارك معاكم حلوى ديال الكريم د سبايدر مان بطريقة اللي بسيطة بزاف. فيديو نزّلته خصيصًا للسيدات اللي كيبغيو هكذا حليوات لوليداتهم يفرحوا بها الوليدات، بجينواز اللي ناجح مليار في المِيّة اللي كيجي خفيف بزاف مهوي، كيف قلت لكم واخا من أول تجربة ينجح معاكم. كلاصاج ميغوار اللي كيجي ناجح حتى هو وفقط ببديل الشوكولاتة البيضاء وبلا حليب مركّز مُحلّى. بالنسبة للحلوى راه الحجم ديالها كبير بزاف، تكفي تقريبًا حتى ل30 شخص، فنتمنى إن شاء الله تشاهدوا الفيديو المراحل كاملين حتى الأخير، وتلايكيو الفيديو وتخليو لي رأيكم في التعليقات وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد نزل على القناة، ونخليكم مع التتمة ديال الفيديو فرجة ممتعة. غنبداو على بركة الله في ذكر المقادير مع طريقة التحضير. فغادي نبدا هنايا بتحضير الجينواز هي الأولى، باش كتبرد الجينواز مزيان من الأحسن باش ملي كنخدم بها ما كتبداش كتفرتت وأنا خدامة بها. غادي نخدم 2 طبقات ديال الجينواز و2 طبقات ديال الكريمة. بالنسبة للجينواز هنا غادي نخدم وحدة بالنكهة ديال الفاني والطبقة الثانية غادي تكون بالنكهة ديال الشكلاط أولا العكس، المهم راه المونتاج راه غادي نشوفوا كلشي في التتمة ديال الفيديو. غادي نخدم هنايا النكهة ديال الفاني. بالنسبة للجينواز اللي غنخدم معاكم هي جينواز ديال 5/5. هاد الجينواز تعمدت أنني نخدمها معاكم في هاد الفيديو باش كلشي يكون بأبسط طريقة ويكون واضح ويكون ساهل على كاع السيدات، حتى ولو تكوني أول مرة كتوجدي حلوى ديال الكريم تنجح معاك بإذن الله أكيد إلا تبعتو غير المراحل كاملين كيف ما هما في الفيديو. فغادي نحتاج هنايا في واحد البول أولا في الإناء اللي غادي نخدم فيه 5 ديال الحبات ديال البيض اللي يكون الحجم ديالهم متوسط، ماشي كبار بزاف وماشي صغار بزاف. ضروري البيض يكون بحرارة الغرفة، ما يكونش بارد، وبالأخص هاد الوقيته راه كيكون الحال بارد، فمن الأحسن يكون البيض بحرارة الغرفة أولا حرارة المطبخ. والإناء اللي غادي نخدمو فيه حتى هو ما تكون فيه ولو نقطة ديال الما، تكونوا متأكدين بأن الإناء ديالكم ناشف، حيت أي حاجة من هاد الشي ما كانتش راه البيض صعيب بزاف يطلع ليكم وانتم خدامين به. من بعد غادي نضيف قريصة ديال الملح، ساشي ديال الفاني أولا كتضيفوا الفاني بودرة. من بعد هنايا مباشرة غادي نضيف 5 ديال المعالق كبار ديال السكر حبيبات أولا سكر سنيدة. بالنسبة لهنايا المعلقة اللي وزنت بها المكونات راه المعلقة الكبيرة اللي كيكونوا ديال الإينوكس تقال هي باش وزنت المكونات. وبالنسبة للسنيدة راه كيف ما غيكون واضح عندكم راه كنعمرها مزيان حتى كتشكل ليا واحد تقبقيبة فوق من المعلقة وصافي راه كلشي واضح في الفيديو، يعني المعلقة ما كتكونش ممسوحة ديال السكر. كنبدا كنطرب في البيض. بالنسبة هنايا للطريقة ديال التطراب أنا غادي نوضح لكم كلشي، واخا غادي نجيكم كثرت عليكم في الهضرة فمن الأحسن يعني نكون موضحة لكم كلشي بالنسبة للناس اللي غيبغيو يجربوا الوصفة بطبيعة الحال. أما اللي كيبغي يتفرج فراه هادشي كيبقى على حسب الذوق ديالكم. صافي هنايا كنبدا كنطرب. في الأول كنبدا غير الدرجة المنخفضة عندي في الباطور، من بعد كنبقى شوية بشوية حتى كنطلع السرعة ديال الباطور. صافي كيف ما واضح عندكم كيبداو يتشكلوا عندي واحد الفقاعات في الأول، وكنبقى كنطرب حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض وكيولي اللون ديالو فاتح. المهم كنبقى كنطرب في البيض حتى كيبداو كيتراصاو ليا دوك الرجيلات ديال الطراب في هذاك البيض. ملي كيطلع كيولي القوام ديالو كريمي، فمن الأحسن نبقى كنطربو مزيان حتى كيولي القوام ديالو كريمي وكيولي كريمي وثقيل واحد شوية على الطراب. عاد من بعد غادي ناخد 5 ديال المعالق ديال الما مع 5 د المعالق ديال الزيت النباتية، كنضيفهم في هاد المرحلة. ما نفوتوش هاد القياس من الأحسن باش هكذا يعني ما كيهبطش لينا هداك البيض اللي طلعنا من الأول. ملي كنضيف الماء والزيت كنبدا تاني كنخلط لمدة تقريبا ديال دقيقة ديال الخلط بحال هكداك على يعني أقل درجة عندي في الطراب الكهربائي. ما كنطربش بزاف والسرعة ديال الطراب حتى هي ما تكونش طالعة بزاف باش كيبقى البيض طالع ومحافظ على القوام ديالو. من بعد هنا من ورا هاد المرحلة كيف قلت لكم ما تبالغوش في التطراب. كنحيد الباطور وكناخد الفوي وغادي ناخد الدقيق. كنضيف الدقيق على 2 ديال المرات. بالنسبة للقياس ديال الدقيق غادي يكون 5 ديال المعالق كبار. غنضيف في الأول 3 ديال المعالق كبار اللي كيكونوا عامرين كيف ما تماما غادي يكون واضح عندكم في الفيديو. كنبدا كنغربلهم مباشرة وأنا كنضيفهم فوق من الخليط. ضفت 3 ديال المعالق غربلتهم، كنبدا بالفوي من التحت للفوق وغير بالمهل باش نبقاو محافظين على هذاك القوام الكريمي ديال البيض. ما بغيناش هذاك البيض يهبط، فإلا هبط البيض راه ما غاديش تحصلوا على جينواز اللي كتكون خفيفة أو غادي تفشل معاكم
معاكم الجينواز. فمن الأحسن غير بالمهل شوية بشوية من التحت للفوق بالفوي، ونبدا هكذا كنسوس الفوي غير بشوية حتى كندخل هذيك الكمية ديال الدقيق اللي عندي مع باقي الخليط. ومن بعد غادي نضيف 2 ديال المعالق اللي باقيين حتى هما كنغربلهم مع واحد الساشية ديال خميرة الحلويات اللي كتكون من فئة 8 غرام. نعاود تاني بنفس الطريقة من التحت للفوق لتحت للفوق، وبالأخص لتحت ديال الإناء اللي كتخدموا فيه، حيت بعض المرات راه كيتجمع هذاك الدقيق لتحت. هنايا في هاد المرحلة بعدا واحد الملاحظة ديما كنسى ما كنذكرهاش هي الأولى، الفران ضروري كنكون شعلت ليه على 180 درجة قبل ما كنبدا الجينواز، على 180 درجة من الفوق ومن التحت ومع المروحة إلا متوفرة. عاد من بعد كنبدا التحضير ديال الجينواز باش الفران كيسخن. خديت هنايا لاطة اللي عندي فيها 40 على 30 سنتيم. هنايا الغلط اللي درت في هاد اللاطة وما نبغيكمش حتى نتوما طيحوا فيه أكيد إلا كنتو من الناس اللي غتكونوا مهتمين بهاد الشيء وغتبغيو مثلا تجربوا الوصفة، الأحسن تستعملوا لاطة اللي مهزوزة من الجناب فقط باش تفاداو هاد المشكل، حيت صراحة هادشي اللي طرا ليا أنا فاش دخلتها للفران بدات كتسيح من الجناب، واخا أنها نجحات الجينواز ولكن بدات كتسيح شوية من الجناب. فصافي فرغت هنايا الخليط اللي عندي كيف ما واضح عندكم راه باينه غادي تبدا كتسيح، وبالاخص حيت فيها الخميره ديال الحلويات. فصافي كملت ما عندي ما ندير الغلط طحت فيه وصافي. كندخلها الفران على 180 كيف قلت لكم ضروري الفران يكون مشاعل من قبل ما كتبداو تحضير الجينواز على 180 درجة. كنخليها 10 ديال الدقائق شاعلة من الفوق ومن التحت وصافي، وكنخرجها من بعد 10 دقائق راه كتكون واجدة. الا كان الفران ديالكم ثقيل راه حتى 12 دقيقة صافي، ما اكثر من 12 دقيقة غتجيكم الجينواز قاصحة. فمن الأحسن كيف قلت لكم من 10 دقائق حتى ل 12 دقيقة وها هي الجينواز واجدة وكتخرجوها من الفران. بنفس الطريقة بالنسبة للجينواز ديال الكاكاو، جميع هاد المكونات اللي شاركت معاكم 5 ديال البيضات اللي كنطربهم حتى هما مع قبيصة ديال الملح، ما ضفتش غير الفاني. فإلا بغيتو تضيفوا الفاني مع الكاكاو راه كيجيو يعني زوينين مع بعضياتهم. صافي طربت البيض حتى هو تضاعف الحجم ديالو، وبديت كنضيف 5 ديال المعالق ديال الزيت، 5 د المعالق ديال الماء، عاود طربت التطريبه اللي كتكون خفيفه بالطراب، وتاني ضفت 3 المعالق ديال الدقيق مع 2 المعالق اللي معاهم خميره الحلويات، وواحد المعلقه اللي ممسوحه ديال بودره الكاكاو. أنا الصراحة خليتها حيت الكمية ديال الكاكاو اللي عندي قليلة وما كنتش معولة من الأول أنني غادي ندير وحدة بالكاكاو، فهداك الشي علاش خليت هادوك القياس ديال الدقيق وضفت معاه معلقة ممسوحة ديال الكاكاو حيت عندي الكمية قليلة ديال الكاكاو. أما إلا كان متوفر عندكم الكاكاو فتعوضوا 2 المعالق ديال الدقيق ب2 ديال المعالق ديال الكاكاو و3 المعالق ديال الدقيق. فنتمنى الفكرة تكون واضحة. صافي بنفس الطريقة كنخلط المكونات من التحت للفوق وكنبقى غير بالمهل باش كنبقى محافظة على القوام الكريمي ديال البيض أولا ديال الجينواز. الفران كيكون سخون على 180 درجة كيف ذكرت معاكم من الفوق ومن التحت مع المروحة إلا ما متوفرة ما كايناش المروحة ماشي مشكل. وبالنسبة للفرن ديال الغاز نهار اللي كتكون متوسطة واحد شوية غادية المهيلة من الفوق ومن التحت بنفس الطريقة ونفس المدة ديال الطهي. هاد المرة راه درتها في لاطة اللي طالعة كيف ما واضح عندكم وصافي، وكنفرغها ونحاول نساوي لها السطح ديالها باش تجي جينواز اللي مقادة، وكندخلها بين 10 دقائق حتى ل 12 دقيقة على حسب الفران ديالكم. أنا صراحة خدات ليا غير 10 دقايق ديال الطياب وخرجتهم بجوج بيهم وها هما واجدين، والنتيجة كيف ما واضحة عندكم راه كيجيو من أروع ما يكون. هنا بالنسبة للجينواز ديال الفاني راه بنيت ليها دوك الجنيبات بداو كيسيحوا من الجناب صافي، وهذا هو الشكل ديالها راه كيجيو من أروع ما يكون. كتجي جينواز اللي خفيفة بزاف كتذوب في الفم صراحة، غير جربوها بعينيكم مغمضين. راه سبق ليا وشاركتها معكم في 2 ديال لي سويس رول وفي واحد الكاطو كلاصي، راه كيجيو ناجحين مليار في المية إلا تبعتوا المراحل، فأكيد ما غاديش تبقى تخطاكم. هنا من بعد ما كنخلي الجينواز كتبرد بديت كنحضر في السيرو باش غادي نسقيها. عملت في السيرو كاس ديال العنبة ديال السكر مع 3 الكيسان ديال الماء. هنايا غلبت الماء على السكر، ما بغيتش صراحة السيرو يجي حلو بزاف حيت المكونات اللي غادي نضيف في الأخير حتى هما حلوين، فما بغيتش الكيكة اولا الطورطة تجي حلوة بزاف قاطعة. كنخليه حتى كيغلي، ضفت عليه شوية ديال شرائح ديال الحامض وصافي، وغادي نفرغو في الزلايف وغادي نحطو في المجمد باش كيبرد بسرعة على ما نوجد المكونات الاخرين. هنايا خديت الكريمه. بالنسبه للكريمه كيف ما كتشوفوا راه الجينواز عندي فيهم 30 على 40، راه حيدت لهم فقط هذوك الحواف اللي كيكونوا ناشفين اولا قاصحين واحد شويه، ماشي كاع قاصحين غير مقرمشين، كنحيدهم من الجناب وصافي باش ملي نكون كنمونطي في الكيكه ما يبداوش كيتفرتوا ليا من بعد.
فكيف قلت لكم القياس ديالها راه كبير بزاف، هذاك الشيء علاش هزات ليا 2 إيطرو ديال الكريمة السائلة. خديت 2 إيطرو ديال الكريمة السائلة، منها الكلاصاج، منها البوشاج، وعاد الحشو ديال الكيكة والتغليف في الأخير، فكلشي غادي يكون واضح عندكم. خديت هنا 2 إيطرو ديال الكريمة، عندي هنا سنين، في الأول طلعت هاد الكمية ومن بعد راه زدت الكمية الأخرى. خديت 100 غرام من هذه حطيتها على جنب، اللي غادي نضيف عليها من بعد الملون الأزرق. كنطلع الكريمة كنحطها على جنب، من بعد خديت 150 غرام أخرى و100 غرام، 100 غرام خليتها البوشاج اللي ضفت عليها الملون الأزرق كيف ما واضح عندكم، و150 غرام غادي نستعملها في الكلاصاج الأخير. فغادي نطلع الكريمة ديال البوشاج غنحطها في البوش وغادي نحطها في الثلاجة، وبنفس الطريقة الكريمة العادية باش غادي نعمر الكريمة من الوسط وغادي نحطها في الثلاجة. أنا وجدت كلشي عاد بديت كنمونطي في الكيكة في الأخير. دابا غادي ندوز للتحضير ديال الكلاصاج اللامع. غادي نحتاج هنايا أول حاجة 20 غرام ديال الجيلاتين اللي كنغطيها بالماء اللي كيكون بارد وكنحطوه على جنب، كنخليه حتى كيبان ليا داك الجيلاتين نفخ ولا رطب مزيان، عاد كندوز باش كنبدا نحضر هاد المكونات اللي غنذكر معاكم. كناخد 300 غرام ديال السكر سنيده وكنضيف عليها 150 غرام ديال الماء، كنحطهم فوق نار اللي كتكون مهيله مع التحريك المستمر حتى كتذوب هذيك السنيده وحتى كيتشكلوا عندي واحد الفقاعات وكيبدا الخليط كيولي سيرو، ماشي كيبدا كيتقل الخليط واحد شويه. عاد من بعد كنحيدو فوق النار كنضيف عليه 150 غرام ديال الكريمه السائله وكنعاود نخليه تاني فوق النار حتى كيغلي، ومن بعد غادي نضيف عليه الشكلاط مع الجيلاتين اللي سبق ليا وقلت لكم كنخليوه كيرطب. ضفت عليهم 250 غرام ديال الشوكولاته البيضاء اولا بديل الشوكولا البيضاء. استعملت هنا اللون الاحمر، بقيت كنضيف اللون حتى تحصلت على داك اللون اللي بغيت. وبالنسبه للنكهه راه نكهتو بالنكهه ديال الفرامبواز، والنكهه راه كتبقى على حسب الذوق ديالكم، بغيتو ديروا ملون احمر والنكهه ديال الفاني راه ممكن، اولا النكهه ديال الفريز، فعلى حسب الذوق والاختيار ديالكم. من بعد ما كنضيف الجيلاتين حتى هو وكنبدا كنخلط المكونات كيف ما واضح عندكم. كنحاول ما نهزش الميكسور باش ما كيتشكلوش عندي الفقاعات بزاف. مره فين كنهز غير كنميل الميكسور وصافي، ماشي كنهزو غير كنميلو واحد شويه ونبدا ثاني كنطحن حتى كيتمزجوا المكونات مزيان وكيذوب الجيلاتين وحتى الحبيبات ديال الشكلاط ما كيكونوش. واخر حاجه ضروري ما كنصفيو الكلاصاج في شي اناء هكذا باش كنضمنوا ان الكلاصاج كيجي لامع مزيان وما فيه ولا حبيبات. ضروري من هاد المراحل غير باش كتضمنوا النتيجه تكون زوينه في الاخير. كنغطيه بلاستيك ملامس للسطح ديالو وكندخلو باش كيبرد. وضروري هاد الكلاصاج كتوجدوه ليله قبل ما كتكلاصيو الكيكه ديالكم، يعني من الاحسن باش كتحصلوا على نتيجه اللي زوينه. والتفاصيل راه باقيه مع التتمه ديال الفيديو. فهنايا غادي ندوز مباشره باش غادي نبدا كنمونطي الكيكه ديالي. خديت هنا اطار اللي كنشكلو على القياس ديال الجينواز اللي عندي كيف ما واضح عندكم. كنحطها في واحد البلاطو او لاطه اللي غادي تدخل المجمد، حيت ضروري كنكونجلي الكيكه ليله كامله. خديت هنايا السيرو كيف ما شفتوا راه قسمت السيرو من الاول على 2 ديال الزلايف على 2 ديال القياسات على حسب الجينواز اللي عندي. بالنسبه هنا للجينواز كيف قلت لكم من الاول راه الجينواز راه كتكفي حتى ل 30 شخص، راها كافيه والقياس ديالها راه كبير. هذاك الشيء علاش غيجيوكم المكونات شويه كثار بزاف. اما الا بغيتو نصف الكميه فقط غادي تقسموا المكونات كاملين سواء الجينواز، يعني غتكتفيو بجينواز وحده وتقطعوها في الاخير على الشكل اللي نتوما بغيتوه. خديت الكريمه هنايا النصف ديال الاول ديال الكريمه كنفرغو كامل على السطح ديال الكيكه اللي عندي. من بعد ما كنسقيها صافي كنسرح الكريمه على هذا الشكل، نحاول نقاد ليها السطح ديالها. وكاضافه اختياريه مني يعني ماشي ضروري، خديت هنايا شويه ديال الفرامبواز اللي عندي مكونجلي وبديت كنفرتو على السطح ديال الكريمه كيف ما واضح عندكم. فقط مرحله اختياريه. اما بالنسبه للحشوه يعني الا بغيتو تضيفوا مكسرات تضيفوا هذوك الحبيبات ديال الشكلاط اي حاجه نتوما كتفضلوها، ما كاينه حتى شي حاجه، راه كتكتفيو فقط بالكيكه مع الكريمه صافي. غير هادشي راه تبارك الله راه فيه الكفايه. صافي من بعد راه حطيت الطبقه الثانيه ديال الجينواز قطعتها على الشكل ديال الاطار وبنفس الطريقه كنعاود كنسقيها بالسيرو
وصافي. وكنضيف الكميه الثانيه ديال الكريمه، كنخلي منها غير واحد شويه اللي كيكون قليل، باش من بعد هنايا ملي كنحيد الاطار كنبدا كنليسي بها هادوك الجنيبات بحال الا غير كندهنهم. راه كلشي غادي يكون واضح في الفيديو، غير باش ملي نكلاصيها يجي هذاك الكلاصاج مقاد يعني ومسرح، ما كيجيش يعني محبب بهذاك الشكل ديال جينواز. وكندخلها المجمد. الا بغيتو تكلاصيوها حيت الكلاصاج راه كيعاود يسخن، الاحسن تبات ليله كامله في المجمد. صافي هنا من بعد ما دازت ليله كامله، خديت هنايا الكلاصاج هو الاول، نحطو في حمام مائي على نار اللي مهيله حتى كيغلي هذاك الماء، وكيبداو كيذوبوا غير هذوك الجنيبات ديال الكلاصاج. صافي وكندوز باش كنطحن الكلاصاج. ماشي ضروري الكلاصاج يذوب كامل، حيت بغينا الكلاصاج يبقى القوام ديالو ثقيل واحد شويه بحال لاصوص. كان من بعد ما كنخليه كيذوب، هذوك الطريفات اللي كيبقاو من بعد ديال الكلاصاج راه غير كنبدا كنطحن بالميكسور، كلشي كيتخلط مع بعضياتو بنفس الطريقه. واخا كنطحنو تاني المره الثانيه كنعاود نصفيه وكنحطو على جنب. من بعد هنايا وريتكم خديت هاد السيبور هادي ديال الكيك اللي كتباع عند الناس اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. وهنايا خديت هاد الورق اللي كيتكال على ما قال لي السيد راه كيتكال قابل للاكل، صوره ديال سبايدرمان، ولكن حنا الصراحه راه ما كليناهش. خديتها ب20 درهم. خديت هنا الكيكه من بعد ما جمدات كتولي حجره. خديت هنايا لاطه اخرى اللي كتكون كبيره على الكيكه، اللي حطيت 3 الكيسان كنحط عليهم الكيكه. ما خفتو والو في هذه المرحله، يعني الكيكه واخا غتحط على هذوك 3 ديال الكيسان راه ما غتشقق لا والو، حيت الكيكه بحال الحجر. ناخذ الكلاصاج وكنبدا كنكلاصي في الطارطه كيف ما واضحه عندكم. كنبدا بالجوانب هما الاولين وصافي عاد في الاخير الوسط. خديت هنا سباتول كنبدا كنوزع الكلاصاج من الوسط، وبديت كنقاد حتى الجنيبات بما انهم راه ما قاسهمش هذاك الكلاصاج من واحد البلايص. صافي بديت كنقاد في الكيكه كيف ما واضح عندكم. من بعد ما كنكلاصيها كنهزها، راه كتكون ساهله حيت الكيكه مجمده. هزيتها انا غير بيدي، حطيتها في هذيك السيبور ديال الكاطو بحال هذا الشكل، وكاضافه مني وتزيين اضافي مني. خديت هنايا عقيق باللون الازرق اللي غادي يتماشى مع الصوره ديال سبايدرمان. بديت كنحطو على الجنيبات وكنطلعو بالموس باش كيلصق في الكلاصاج ويبان الشكل ديالو زوين. من بعد خديت الصوره ديال سبايدرمان، بديت كنقطع على هذوك الجنيبات باش تجي الصوره على قد الكيكه عندي. حيت غير هذوك الجوانب اللي ما فيهم حتى شي حاجه، وخليت هذيك الصوره الوسطانيه والفوق مهم تكون على القياس التورته اللي عندي. واخر حاجه هنايا على الجوانب ديال الصوره خديت الكريمه اللي لونتها باللون الازرق وحطيتها في البوش، وبديت كنبوشي على هذا الشكل كيف ما واضح عندكم. كندور على الصوره ونحاول تكون مقاده يعني في التقطيعه باش ما كتجيش مايله في الشكل ديالها فوق من التورته. وبالنسبه لهاد الصوره راه ما يمكنش تحطوها فوق من الكريمه مباشره، يعني ديري غير كريمه وكتحطي عليها الصوره، حيت الكريمه كيف معروف عليها راه كتطلق شويه الماء. فإلا حطيتي عليها الصوره راه كيتخسر الشكل ديالها والالوان ديالها. هذاك الشيء علاش ضروري يا اما الكلاصاج بحال هذا الشكل اولا الكريمه ديال الزبده. من بعد ما قاديت هاد الصوره ديال سبايدرمان خديت هنايا هابي بيرثدي. هنايا الصراحه كيف قلت لكم انا راه ما احتفلتش بعيد ميلاد، غير ولدي بقى كيقول ماما عيد ميلادي سبايدرمان، بغيت كيكه حمراء فيها الزرق وصافي. وحتى انا من شحال هادي ديما كنقولها ليه، كنقول ليه غنصايب لك كيكه ديال سبايدرمان حيت هو عزيز عليه سبايدرمان. وصافي ودرت ليه خاطرو وصايبت ليه كيكه كيف قال هو فيها الحمر وفيها الزرق وفيها سبايدرمان، ياك هادشي اللي كاين. ودرت ليه هابي بيرثدي حيت هو كيقول لك غنشعلوا الشمع ونطفيوه. درت ليه خاطرو وصافي. اما الصراحه انا ما حنا ما مولفينش كنحتفلوا بعيد ميلاد، فهداك الشيء علاش اصلا العيد ميلاد ديالو فايت بشهرين. وصافي حنا درنا طورطه بغينا نجلسوا مع بعضياتنا والسلام. اخديت هذه ديال هابي بيرثدي، لقيت هذيك الاش مهرسه. ملي جيت ثاني كنقد في هابي بيرثدي هذيك داي لقيت الايغريك حتى هي مهرسه. وصافي ولصقتهم ذوبتهم بهكذا بالبريكه ولصقتهم. المهم نلصقهم والسلام عليكم. وهذا هو الشكل ديال الطورطه. نتمنى تكون عجباتكم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. واخا كنبقى نشرح لكم بزاف، ولكن من الاحسن انني نشرح على انني ما نذكرش معاكم شي حويجات. بعض المرات شي حوايج كيكونوا تافهين ولكن يقدروا هما السبب اللي ينجحوا لكم الوصفه.
كيف ما يقدروا يكونوا هما السبب ديال الفشل ديال الوصفة. فنتمنى الاقتراح ديال اليوم يكون عجبكم. وصلنا لنهاية الفيديو، نخليكم على خير، نتلاقاو مرة أخرى إن شاء الله في فيديو جديد في وصفة جديدة. دمتم بخير وبألف صحة وعافية.